انت سعيد الحظ واسعد رجل في الدنيا اللي انت متجوز مغربيه، ليه بقى؟ عامله لك ايه بقى؟ انا بشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني، يعني شغلي مع رجاله دايما. تمام. لما ارجع البيت الاقي زوجه مبتسمه بتاخد بالها مني في منتهى الهدوء، عارفه لو انا تعبان فما بتقلش عليا، بنتي حافظه قران ومخلصه الواجبات بتاعتها، وبتقول لي تعالى نقعد نتكلم، ونتكلم مش في مشاكلها، في مشاكلي، احكي لها مشاكلي وبتساعدني. يوم الجمعه النهارده الصبح حمام، هي اللي حمتني الحمام المغربي 7 مراحل. استنى يعني هي اللي ايوه انا بقعد في الحمام المغربي. الحمام المغربي عباره عن ازاز مقفول زي الحمام اللي بتروحوا في المغرب، ازاز مقفول، بتقعد على الرخام والبخار بيطلع، لما الجسم بيبقى مساعد بتخش بتليفك لا بتحط 7 مراحل، تحط الصابون البلدي اللي هو الصابون الاسود، وبعدين تشيله تحيده، معلش انا هقول كلمات مغربيه لا اتفضل، لا اتفضل. ايوه وبعدين تحط الكيسه هل انت اللي يمكن اطلع النهارده بدرس ان انا اتعلم ابقى ازاي وبعدين الغسول وبعدين الشامبو. انا عندي 63 سنه. كل زمايلي بيقول لي ازاي عندك 63 سنه؟ انا بقالي 10 سنين. انا حاسس داخليا انا ما بكبرش، عايش الحياه السعيده. هو ده بالنسبه لي الحياه السعيده، الزوجه اللي بتاخد بالها اللي بتدي حضرتك الحمام المغربي، بتخلينا اديها اكتر من اي حد تاني. لا استنى عشان انا فاهم دورها بس في ان هي اصل حضرتك كل اللي قلت هقول لحضرتك عليه، كل اللي حضرتك قلت عليه ده مش دور الست. يعني هو ده مين اللي هيستحمى الراجل الصبح يا دكتور؟ لا هو يستحمى، هو عنده ايه مشكله في اعاقه معينه عنده؟ لا هو الراجل المفروض يتحمل نفسه. هي بقى عندها يعني حبيبه قلبي فاضيه، ممكن تكون مش فاضيه او الجمعه الصبح. ما هو دي بقى المشكله، دي الزوجه المصريه. لا والله هو معاق. انا هساله سؤال بس، انا هاخد سؤال بس من حضرتك. بتشتغل؟ ايوه بشتغل. قايم بدورك؟ طبعا. عارف واجباتك؟ ايوه. عارف مسؤولياتك؟ طبعا. طيب ما بالتالي هي بتقوم بدورها اللي هو المرفه اللي حضرتك موفره لها. احنا عندنا بتضايق من ايه ان هي بتحميه؟ بتقولي هو معاق، يعني هو دلوقتي الراجل هي بتحميه الصبح لا دي رفاهيه. لما اجي اتكلم على الست المصريه، بص اولا تحيه للست المصريه طبعا، تحيه دي على راسنا، وهي اللي واقف على الحدود دلوقتي وبيحرسنا، وهو الضابط اللي واقف حضرتك وظابط لنا الشوارع في مصر وطالع عينه في الشمس. احنا موضوع النهارده مش مقارنه، الزوج المحترم اللي عارف مسؤولياته وايه بنتكلم عن الزوجه. الست المصريه شابوه ليها وليها كل احترام، ما نقللش منها، ما حدش زي ما في ايجابيات في سلبيات. يا جماعه لكن ما انا اقول لحضرتك على حاجه، انا ما احبش ان انا يعني اتهم الزوجه المصريه ان هو بدا ان احنا نشيل. طب نسمع بس الاول، هل المساله بس متوقفه على الحمام؟ ايوه طب هو انا اديت مثل بسيط، هو ده الدور، من مثل بسيط اسمعي بيت الادوار على مثل بسيط. اقدر احمي نفسي، ولكن العلاقه دي ان انا عارف ان هي بتاخد بالها مني. العلاقه دي بتخلي الامور ما بيني وما بينها في منتهى الهدوء، لاني عارف ان لو زعلت مني الحمام ممكن انساه. ما انا ممكن اروح الحمام المغربي في المغرب والكسال الراجل اللي لكن انا بتكلم على الحمام، انا بتكلم على الهدوء، شويه ميه وصابون وخلاص. الهدوء انا ما بتكلمش بس على الحمام، انا دخلت الحمام اتكلمت على الهدوء. يعني هي بتحس ان لو من ملامحي، هل انا محتاج انها تكلمني بهدوء؟ هل هي محتاج انها تشوفني؟ هل هي محتاج السكوت؟ ده اول حاجه انا بحس بيها على طول لما اوصل ان يومها كان صعب ولا لا. انا زوجتي اتعلمت هندسه معماريه. تمام. يعني ممكن تشتغل في الهندسه المعماريه، واشتغلت في الهندسه المعماريه. المراه المغربيه لو نتكلم عليها، المراه مثقفه جميله. احنا عندنا وزيرتين في مصر. طب لا انا ما بقارنش، انا بتكلم على حالتي الشخصيه. ما هي دي مشكله الزوجه المصريه او الست المصريه، مش عايزه تسمع. انت قلتي بالاول يمكن اتعلم. طب اسمعي هي بتعمل ايه؟ اتعلم. لا هي بتقول لك انت سيد سيد او انت سيد البيت. انت سيد البيت. ايوه الراجل في البيت المغربي، كل ادوارها. الراجل في البيت المغربي اسمه مولى الدار، يعني صاحب البيت. واحنا عندنا هنا كان اسمه السيد وما زال اسمه رب البيت، رب الاسره. وتاج على الراس. تاج على الراس. الزوج المحترم اللي قايم بمسؤوليته، من غير قطع كلامي، اللي قايم بدوره. حد امثله. زوج يتحط على الراس. الاحترام امام اسرتها، الاحترام امام اسرتي، حتى لو هي زعلانه مني ما فيش حاجه بتبان. وده نسبه كبيره، انا بقولش كلهم، لكن نسبه كبيره جدا من المغربيات متربيين على ان الراجل ده مهم جدا. ليه بقى؟ اول حاجه دي مملكه،
يعني اللي عندهم الملك مهم جدا، والملك في البيت هو رب الاسره، فبينزل ده على التربيه بتاعتهم.